السلام عليكم. هنعمل مع بعض ثروة، هنعمل مع بعض دهب، هنحوش ونوفر ونعمل حاجات كتير. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو عملناه مع بعض. طبعا انا عايزة اقول لكم ان احنا فعلا هنحوش دهب. يعني هنحوش دهب. تعالوا بينا اقول لكم كده احنا بنعمل ايه. انا في البداية كده حبيت اشارك معاكم بس اللي هو الفطار الجميل ده، يعني حاجات كده خفيفة. يعني الاولاد كانوا عايزين شاي وبسكوت وحاجات كده خفيفة بعد العيد، فقلنا نشاركوا مع بعض سوا. طبعا عملنا البدفور والكحك والبسكوت، وكان بسكوتة كده على كام كحكاية وبدفورية، وعملت لهم شاي، وبدأنا ان احنا ايه ناكل مع بعض. يعني حبيت ان انا اشارك معاكم الفترة الصباحية الجميلة دي، وعلشان اقول لكم احنا هنعمل ايه. احنا يا بنات عجبني فكرة التوفير جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم ان احنا هنوفر دهب من مصروف البيت. حبايب قلبي اللي بينوروني وبيشوفوا قناتي، فضلا وليس امرا تعملوا اللايك وتشتركوا في القناة علشان خاطر يوصل لكم كل جديد، وعيلتي تكبر بيكم اكتر واكتر يا بنات. يعني هو انا حبيت ان انا افرح اولادي، اصلا كنا قاعدين كده في وقت جميل جدا، وحبيت ان انا افرحهم. عملت لهم كده. طبعا انا بحب طبعا الشاي الخفيف كده، وهو حاجة جميلة جدا، وانا عملته لهم علشان خاطر الاولاد كمان يا بنات. يلا بينا نخش على التوفير والحاجات الجميلة بتاعتنا اللي احنا هنعملها، ويلا بينا. مش عايزاكم تتصدموا من كل الحاجات اللي انا حطاها قدامي دي. طبعا انا هقول لكم انا هعمل ايه. وزي ما انتوا شايفين طبعا من عنوان الفيديو، انتوا اكيد عرفتوا انا هعمل ايه. انا يعني حبيت يعني التوفير، حبيته يعني حاجة جميلة جدا. فانا عايزة ان انا ابدأ هعمل توفير، وتوفير بقى من العيار التقيل زي ما بيقولوا. تمام. انا الشويه اللي انا حوشتهم واللي انا وفرتهم ما شاء الله، جبت بهم كميه حاجات قبل رمضان ومشتريات جميله قبل رمضان، يعني نفعتني جدا جدا جدا. وبصراحه انا حبيت الفكره وعايزه ان انا اعملها، وهعملها اكتر واكتر، وهعمل بقى تحدي جميل جدا ان انا بقى يعني بقى انا جبت بيها المشتريات دي قبل رمضان، حاجه حلوه ونفعتني وكانت حاجه جميله جدا. تمام. انا بقى عايزه اعمل ايه بقى، عايزه اعمل لنفسي حاجه. انا هوفر من مصروف البيت وهعمل لنفسي حاجه ان شاء الله باذن الله، وهاشتري ذهب. طبعا انا الذهب بتاعي كنت بعته، يعني اشترينا يعني حاجه كده يعني خير الحمد لله. وطبعا بعت الذهب بتاعي. تمام. فانا حابه ان انا بقى هوفر وهعمل توفير اللي هو تحدي الذهب يا بنات. تمام. هعمل تحدي الذهب، هعمله انا مع نفسي. تمام. انا طبعا بالجمعيات انا ربنا كرمني اخر كرم الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. كرمني السنه اللي فاتت، وطبعا لما جبت الجمعيه جبت بها الحلق يا بنات. لما الحلقه طبعا انا كنت بعت الحلقه بتاعي اللي انا كنت داخله بيه، فانا ربنا كرمني الحمد لله، والجمعيه اللي انا جبطتها وجبت بها الحلقه. والحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. طبعا انا عايزه ان انا اعوض الذهب بتاعي اللي انا بعته يا بنات، وعايزه اجيب كل حاجه. طبعا انا عايزه اعوض كل الذهب بتاعي ان شاء الله باذن الله. انا كان معايا ما شاء الله ذهب الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. فانا طبعا ان انا عايزه اعوضه، فانا هعمل انا مع نفسي طبعا غير الجمعيات اللي انا عاملاها بره. ان شاء الله الجمعيه اللي انا عاملاها بره يعني هي جمعيه بسيطه كده انا عاملاها. تمام. بس انا هعمل تحدي مع نفسي، وهتحدى نفسي اللي هو اسمه تحدي الذهب يا بنات. تحدي الذهب. اللي هو ايه تحدي الذهب يا شيماء ده؟ انا هقول لكم انا عايزه اوفر طبعا، وعايزه اطلع اقول للناس اللي بتقول توفير ايه وبتاع ايه. لا يا جماعه، الحكايه جميله جدا ويعني حاجه شيقه بجد. كل ان انت كده تقبضي او تفتحي الحصاله بتاعتك وتلاقي فيها يعني مصروف وتلاقي فيها حاجه جامده كده انت عملتها ووفرتها، ده فكره جميله جدا يا بنات. طبعا انت بقى عايزه تتحدى علشان خاطر تطلعي عمره،
عايزه تتحدى علشان تشتري قطعه ارض، عايزه تتحدى عشان تسندي جوزك في اي حاجه، عايزه تتحدي في ان انت تجهزي بنتك او تجهزي حتى تساعدي ابنك مثلا في ان هو يوضب شقته، عايزه تتحدي في ان انت تجيبي لابنك مثلا شبكه وتخطبي له. كل ده هنعمله مع بعض، وهقول لكم ايه الحاجات الجميله وافكار جامده جدا يا بنات معانا ان شاء الله باذن الله. طبعا انا قلت لكم ان انا اول حاجه هعملها اللي هو تحدي الذهب. تحدي هعمل طبعا انا عندي حصاله من السنة اللي فاتت، انا كنت موريها لكم قبل كده في فيديو. طبعا الحصالة دي لما فتحتها لقيت فيها ما شاء الله ما شاء الله خيرات كتير، فانا طبعا جبت بها اللي انا جبته، والحاجات اللي انا يعني ما قدرتش، ربنا ما قدرنيش ان انا اجيبها السنة دي، ان شاء الله هجيبها السنة الجاية باذن الله على دخول رمضان. فانا كده هعمل معاكم حصالة تحدي الذهب دي يا بنات. دي انا مش هاجي يمها، ودي انا هبقى مخصصة للذهب. طبعا انا يعني بصراحة كنت نازلة اشتري حصالة كده بس ما لقيتش وما عجبنيش اي حاجة من الحصالات كلها بتتفتح، وانا كنت عايزة الحصالة دي بالذات، يعني حاجة معرفش ان انا امد ايدي عليها. تمام، بتاعه تحدي الدهب دي مخصوص يا بنات. تمام. فانا يعني قلت انا مش هوقف نفسي عند اي حاجه طبعا. زي ما انتم عارفين شيماء ما بتجفش عند اي حاجه، يعني ما باش عالم شيماء المبدع واقف عند اي حاجه. فانا جبت الجزازه دي، اي نعم هي شويه صغننين كده بس ما فيش اي مشكله، لو اتملت يعني وحابه ان انا اعمل غيرها ما فيش مشكله اعمل غيرها. اهوت يا بنات اهي. وهجيب معايا لزق كده هلزق الورقة دي بيه. طب الحصالة دي هفتحها امتى؟ هفتحها لما يعني احس ان انا محتاجاها فعلا، ان انا عايزة اجيب دلوقت. يعني ممكن افتحها، يعني خلينا احدد برضو لنفسي مثلا وقت. بصي يا بنات انا مش هضحك على نفسي ومش هضحك عليكم، انا يعني بصراحة مش عارفة انا يعني هفتحها امتى، ومش عارفة كمان يعني عبل ما مثلا املاها او اجيب واحدة تانية هكون فعلا وفرت المبلغ اللي انا عايزاه ولا لا. بس ان شاء الله ربنا يقدرني واقدر ان انا اوفره. بس انا يعني عايزة ان انا افتحها يعني على شهر 1 الجاي يا بنات، على شهر 1 الجاي او شهر 12. تمام، يعني احنا دلوقتي في شهر 4، انا عايزة افتحها على شهر 12، يعني تقريبا في شهر 12 هعمل كده في شهر 12. شهر 12 يا بنات تقريبا، يبقى تحدي الدهب ده هفتحها ان شاء الله باذن الله، ربنا يقدرني كده وافتحها على شهر 12 باذن الله، اللهم امين يا رب. واكون قدرت ان انا احوش كل فيها المبلغ اللي يقدر ان انا اجيب لي فيه اي دهب، اي حاجه، دبله، خاتم، اي حاجه من اللي كانت عندي، واعوض دهب ان شاء الله باذن الله. وين الازازه دي خلصت وانا وانا حطيت فيها يعني واتملت، ممكن ان انا اجيب واحده تانية. انا كنت زي ما بقول لكم عايزه اجيب واحده كبيره بس يعني ايه ما لقيتش، ودي اللي كانت قدامي فما وقفتش نفسي. تمام، فانا يعني انا كان معايا طبعا من مصروف البيت، انا كنت موفره الفلوس دي من مصروف البيت، فيعني ايه وال100 جنيه دي كانت فاضله معايا. تمام، فانا هحط فيها اول 100 جنيه يا بنات. طبعا التحدي بتاع الدهب ده انا عاملاه، قلت اللي هو مثلا ايه لو انا مثلا عملت مثلا طوج مثلا لحد طلعت شغل مثلا عندي مثلا يعني اللهم بارك اللهم بارك مثلا انا بربي مثلا حمام او كده يعني، وطلعت حمام مثلا وكده، ربيت مثلا فرخه او حاجه وعايزه ان انا اطلع مثلا منها ابيع طبية فراخ قصدي يا بنات، وعايزه اطلع منها ان انا ابيع. فان شاء الله اي حاجه من دي هوفرها هحطها في تحدي الدهب ده يا بنات. تمام، يبقى تحدي الدهب ده خاص معايا باي حاجه شغل من عندي انا هحطه هنا. طبعا انا يعني بعمل كل حاجه بعمل، ما بوقفش نفسي على حاجه. اهم حاجه ان انا اتحدى نفسي واتحدى كل حاجه، وكل حاجه يعني بتيجي بالحلال الحمد لله. يا رب اللهم اديمها نعمة واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا مثلا انا بدي كتاب، لو اي حاجة اتوفرت مثلا بعد ما بطلع مصاريف الاولاد او كده احطها في تحدي الدهب ده يا بنات، يبقى انا كده عرفت دي انا هحط فيها امتى ان شاء الله. اي حاجة متوفرة معايا هحط فيها في حصالة تحدي الدهب ده يا بنات. تمام، تاني حصالة معانا وهي دي الحصالة طبعا اللي كانت معانا. الحصالة دي انا عايزة افتحها امتى؟ عايزة افتحها على العيد الكبير
يا بنات. ليه عيد الكبير؟ الحصالة دي هسميها حصالة المواسم. ليه العيد الكبير يا شيماء؟ هقول لكم ليه العيد الكبير. لان طبعا العيد الكبير هيبقى داخل معاه الصيف، هيبقى داخل معاه مثلا عيد، وعايزين نجيب مثلا لبس عيد او كده، وعايزين برضو نجيبوا كسوة الصيف والحاجات دي. فان شاء الله انا عايزة يعني من هنا لحد العيد الاضحى يبقى فيه شهرين، يعني ان شاء الله عايزة من هنا لحد العيد الاضحى اكون حوشت فيها مبلغ اقدر ان انا اجيب بها كل حاجة في العيد، وما استلفش من اي حد، وما اثرش مع اولادي ومع جوزي ومع نفسي برضو يا بنات. يبقى دي هتبقى هفتحها، دي حصلت المواسم. هخلص العيد الاضحى، العيد الكبير يا بنات، العيد الاضحى، علشان الناس بس اللي بيقولوا العيد الكبير والعيد الصغير ايه دول. فهخلص بقى العيد العيد الاضحى يا بنات، وهاخد كل اللي فيها واشتري كسوة الصيف وكل حاجة، ولا تبقى معايا حاجة احطها فيها تاني وافتحها بعد كده. معانا مثلا نشوفوا معانا ايه، مثلا لو عايزين نروح مصيف هنوفر فيها، لو عايزين نعمل مثلا اي حاجة مثلا هنوفر فلوس المصيف. طبعا انا بخلي اولادي يحوشوا معايا برضو في الحصالة دي، علشان خاطر اجيب لهم برضو العابهم مثلا بتاعة العيد. طبعا هم رايحين المصيف بيبقوا عايزين حاجات ومتطلبات كتير، فانا بخليهم يحوشوا معايا. فان شاء الله بعد مثلا اما نروح المصيف في حاجه في موسم تاني عايزين نجيب نعمله ان شاء الله باذن الله، دي هتبقى خاصه بالمواسم. وطبعا انا كان متوفر معايا الفلوس اللي هي دي يا بنات. انا مش هحط فيها خمسات، انا خلينا في العشرات والعشرينات. فدي كانوا 50 جنيه، فانا هحطهم فيها يا بنات. انا كان معايا كده 50 جنيه هحطها فيهم، مفيش اي مشكله. بسم الله. طبعا انا كمان معايا حصالة كمان، يعني هي دي الحصالة دي بصراحة يعني بصوا الحصالة دي وقت الزنقة، وقت الزنقة، وقت ما بحتاج اي حاجة بلاقيها هي الحصالة دي اللي بتلحقني. الحصالة دي بس طبعا مش الزنقات الكتير، يعني في مثلا اللهم عافينا يا رب لو زنقت مرض، زنقت اي حد حصل له حاجة، طبعا يعني الحصالة دي هي اللي بتبقى مليانة كتير، بفتحها وباخد منها يعني الحمد لله. بس يكون معايا ما اروحش استلف من هنا واندين هنا واندين هنا، يعني الظروف بتحكم يا بنات. تمام. الحصاله الثالثه اللي معايا اللي هي اسمها حصاله الفكه. طبعا انا كنت عامله دي حصاله الفكه، وكنت بحوش في دي برضو يا بنات اللي هي اي حاجه تانية. دي طبعا الحصاله دي هتبقى حصاله الفكه اللي انا هحط فيها مثلا مثلا خمسات عشرات. بس دي انا ما بلجأ لهاش يا بنات غير كل شهر. ليه؟ لان انا معايا حصاله تانية في المطبخ حطاها مخصوصه في المطبخ، اسمها برضو حصاله الفكه الجنيهات والخمسات وكده. هي دي برضو حصاله الولاد اللي هما بيحوشوا فيها، يعني بسيطه خالص وحاجه باقل التكاليف، يعني بتاعت صابون يا بنات. تمام. بخلي اولادي يحوشوا فيها اصلا، يعني اللي بياخد مصروف مثلا النهارده بكره نفوت، بعده ناخد بعده نفوت. فبخليهم يحوشوا واعلمهم ان هم يوفروا ويحوشوا، واعلمهم ان القرش يعني يا بنات بيجي لازما ان احنا نتعب فيه علشان خاطر نجيبه ونعمل فلوس ونجيب اللي احنا عايزينه. طبعا انا كده مش بخيل على اولادي طبعا ولا اي حاجه، ده يا بنات يعني بصراحه احنا كده بنعلم اولادنا ازاي يحافظوا على نفسهم وازاي يحافظوا على مالهم. وطبعا ده مش بخل، ده يا بنات ان احنا نوفر. دي حاجه جميله في وقت ان انت تبقي محتاجه اي حاجه، تلاقي معاكي فلوس، تلاقي معاكي حاجه، ما ان انت ما تستلفيش او تنديني هنا وهنا. طبعا دي الحاجات اللي كانت معايا والحصالات اللي كانت معايا. دي بتاعت اولادي، ودي بتاعت الفاكهه اللي بتبقى معايا، ودي بتاعت اللي انا زي ما حكيت لكم كده التحدي اللي انا هعمله، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله هستمر فيه. وكل ما احط فيها اقول لكم انا حطيت قد ايه علشان خاطر نمشي مع بعض ونوفر ونعمل حاجات جميله، ونعمل فعلا دهب دهب بجد يا بنات. تمام. الحصاله طبعا بتاعت الاولاد دي يا بنات معلش هقول لكم برضو انا ساعات بيبقى متوفر معايا مثلا 5 فلوس فضيه، بحطها انا برضو في الحصاله دي. اللي هو احنا بنفتحها كل شهر، مثلا مثلا العيال مثلا الاولاد بيبقى عايزين مثلا يتفسحوا او كده، كل فين يعني مش على طول، كل فين وفين يعني اما يحبوا يتفسحوا او كده فبيضغطوا على والدهم، فاحنا بنفتح الحصاله دي علشان خاطر ناخد منها فلوس الفسح يا بنات. طبعا والدهم والله مش بيأثر معاهم وبيجيب لهم كل اللي
اللي هم عايزينه، بس انا بعرفهم ان احنا بناخد من الحصالة علشان خاطر نروح ونعمل ونجتهد ونجد ونتعب علشان خاطر ازاي نستمتع بطعم. يعني هو يعني لما سألت محمد دي مرة قلت له ايه رأيك الفسحة، الفسحة اللي كان هو بقى اللي معاه الفلوس وهو اللي بيقول قد ايه حصلت وانا اللي واخدها من حصلتي، وقلت له ايه رأيك فسحتك انت اللي بتدفعها من فلوسك كده؟ قال لي ايوه جميلة، انا اللي باخد الفلوس كده وانا اللي بروح ادي للراجل مثلا بيروح يتمرجح او كده يتنطط على النطاطة والحاجات دي والفسح. فما شاء الله بقى فرحان جدا ان هو ايه بيطلع من جيبه، وانا رايح العب، انا لا انا معايا الفلوس انا رايح اعمل كده. بس كل حاجة بالمعقول برضو يا بنات، ونفرح اولادنا برضو وكل حاجة ما شاء الله عليهم. فكل ان احنا نعلم اولادنا الطباع الجميلة دي، فدي مش حاجة وحشة خالص يا بنات. هسيبكم بقى لحد هنا، وان شاء الله اي حاجة يعني هتذكرها هقولها لكم في الفيديوهات الجاية ان شاء الله بإذن الله يا بنات. وان شاء الله ان شاء الله نعمل مع بعض ثروة ونعمل مع بعض تحدي ونقسم نفسنا كده، وان شاء الله اول ما القبض ينزل باذن الله هاجيلكم هنا ونحطه مع بعض اللي احنا وفرناه واقول لكم على كل حاجة ان شاء الله باذن الله. حبايب قلبي لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان خاطر، وما تنسونيش كده من دعواتكم الجميلة. ومن فضلك يا حبيبة قلبي لو لسه اول مرة تشوفي قناتي، فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة وفعلي زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد باذن الله. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.